السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو وينفع للعرايس الجداد ولو حد اول مره يدخل المطبخ. هنعمل مع بعض طريقه سلق اللحمه ان هي تطلع شوربه طعمها حلو قوي إن ممكن نطبخ بيه، واللحمه كمان هتبقى طريه جدا جدا حتى لو اللحمه كبيره. هقول لكم على الطريقه دي بالاساس بتاع جدتي، وبعدين ماما برضو بقت تعملها بنفس الطريقه وانا من بعدين. بص، اول حاجه هنقطع البصلايه. اهم حاجه بجد ان احنا نقطعها على ايدينا. انا عندي كبه موجوده، بس انا بقيت حاليا ضد التكنولوجيا بجد. بتفرق جدا جدا في الطعم. جربوا دي وجربوا دي، هتحسوا تقطعوا على ايديكوا احسن كتير جدا جدا جدا. والبصل الابيض بيكون احلى في الشوربه بصراحه. لكن مطلق الحريه تعملوا بصل ابيض او احمر، بس البصل الابيض هيخلي معاكوا الوصفه طعمها حلو. حاجة كمان، هو مش بيغير لون الشوربة، البصل الأحمر بيغمق لون الشوربة شوية، وفي تسكيرة برضو هي بتدي حلاوة للشوربة بس لونها بيغير. فالبصل الأبيض لشوربة اللحمة عشان ما تغيرش لون أحلى. أنا هاخد بصلاية متوسطة على طماطميتين، ونقطع برضو الطماطم مكعبات. ممكن كمان طماطمية واحدة، مش لازم اتنين. قطعتها مكعبات، برضه قطعتها بالسكينة. لو عايزين تضربوا البصل والطماطم في الكبة دي براحتكم، بس حقيقي طعم بيفرق جدا جدا لما تقطعوها على ايديكم كده. يعني جربوا وقولي بنفسكم. انا بحاول اقول لكم بجد كل التفاصيل عشان تطلع اطعم واحلى شوربة تعملوها، وان شاء الله تدعوا لجدتي. كده في الخضار نحتاج البصل والطماطم. بالنسبة للتوابل نحط توابل صحيحة عشان برضه ما تأثرش على اللون بتاع الشوربة. هنحط ورق لورا وحبهان وكوبيبة صيني. الفلفل الأسمر ما كانش عندي حب فحطيت الفلفل الأسمر بودرة عادي. أهم خطوة بقى هنعملها إن احنا بعد ما نقطع البصل والطماطم ونحط عليهم التوابل، هندعكم بإيدينا جامد لحد ما ينزلوا المية بتاعتهم. البصل ينزل المية بتاعته والطماطم تنزل المية بتاعتها. ندعكم مع بعض كده دقيقتين. نسيت أقول لكم حاجة كمان، أنا بحط الملح للحمة من الأول. اللحمة بيكون طعمها أحلى طبعا بكتير، ومفيش أي كلام من اللي بيقولك إن هي بتأثر على السوا. الكلام ده مش مظبوط. حتى لو اللحمة كبيرة أنا هقولكوا تعملوا فيها ايه علشان تستوي معاكوا على طول. أول حاجة هاتوا الحلة بتاعتكوا، وسواء ستانلس أو تيفال أيا كان الماركة بتاعتها، وحطوا اللحمة. تغسلوها أو ما تغسلوهاش ده راجع لرغبتكوا. بس انا بحب اديها يعني ان هو صدفه، بس مش اكتر من كده. هو الموضوع كله مش عارفه مرتبط معايا بالراحه النفسيه. بعد ما حطيت اللحمه حطيت عليها البصل والطماطم اللي انا دعكتهم مع بعض. هديها تشويحه كده على الناحيتين. ناخد بالنا واحنا بنشوحها ان هي ما تاخدش لون، لان هي لو خدت لون الشوربه لونها هيغير كده. احنا لما بنعمل لها صدمه بنحافظ على كل العصاره بتاعتها جواها، فاللحمه لما بتستوي بتكون طريه جدا جدا من جوه. هتغير لون ونشم ريحة الخضار على أول ناحية، بعدين نقلبها على الناحية التانية. ونزلت عليها بمية. المية كانت من الحنفية مش مغلية أو حاجة. زي ما انتم شايفين كانت بتتهري من على الشوكة، حتى مش مستحملة في الشوكة. هي اللحمة دي كانت صغيرة فأخدت سوا معايا تقريبا ساعة. لو اللحمة عندكم كبيرة ممكن ان انتوا تودوها غلوة بالليل وتطفوا عليها وتاني يوم تكملوا السوا بتاعها. بس كده خلصنا، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.